السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سكاي نيوز إخبار الرياضة. الممثلة هبة عبوك زوج أشرف حكيمي في قلب الجدل لدعمها انفصالي البوليساريو، حتى أن الممثلة الإسبانية من أصل تونسي ذهبت إلى معسكرات تندوف عام 2012. واكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة تعود إلى مايو 2012 على الحساب المعتمد لهبة أبوك، وتتناول الفنان أقوال المدعو رضا بن سالم شاكرا إياها على زيارة المخيمات من تندوف. ملاحظة المحرر: ويذكر أن الممثلة التونسية هبة أبو خريس بن سلن يمان قد ذهبت بالفعل إلى معسكرات مهرجان صحاري السينمائي في دورته التاسعة، حتى أن الممثلة أجرت مقابلة أوضحت فيها أنها تريد الذهاب إلى هؤلاء الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم الإنسانية باستمرار. وقالت الممثلة التي قضت 6 أيام في المخيمات إنها أذهلت من القوة وروح الدعابة التي أظهرها السكان الذين يعيشون في وضع صعب. هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون ما يحدث في الصحراء. صراعهم يمكن مقارنته بالصراع بين إسرائيل وفلسطين، لكنهم لا يستخدمون الأسلحة، ومن المؤسف أنهم نسوا باتباع طريق السلام. قالت هبة على علاقة مع حكيمي منذ عام 2018 ولديها طفلان غالبا مأيسا. فر الزوجان إلى المغرب لقضاء العطلات، كما كان الحال مؤخرا في مراكش. وما يثير استغراب المغاربة هو عدم وضعها علم المملكة المغربية على أي حساب لها بموقع التواصل الاجتماعي رغم مرور قرابة ال5 سنوات من ارتباطها بنجم الكرة المغربي أشرف.